السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة تربية الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم. هنجاوب مع بعض النهاردة على السؤال اللي كنا سألناه في الفيديو اللي قبل اللي فات. احنا لو عندنا فراخ، الفراخ ديت محتاجة ديك عشان تبيض ولا هي من غير الديك بتبيض؟ طبعا احنا كلنا عارفين ان الفراخ لو معاها ديك او مش معاها ديك هي كده كده طبيعي بتبيض من غير اي مشاكل. لكن الديك ده بنحتاجه لو احنا محتاجين مثلا ايه، نحصل على بيض خاصة عشان نوديه المعمل عشان يطلع لنا كتاكيت، فلازم يكون معانا ديوك. تاني حاجة كمان، احنا لو احنا وجود الديك مع الفراخ ده بيحفز الفراخ على زيادة الإنتاج أو زيادة إنتاج البيض، فوجود الديك في المكان اللي فيه الفراخ ده بيحفزهم على إنتاج البيض. طب بالنسبة للجنسية بقى، بالنسبة للفراخ بيكون قد إيه؟ بيكون تقريبا 1 ل7 عشان نحصل على نسبة خصوبة أو بيض مخصب بنسبة تصل لغاية 95%. يعني احنا لو زودنا الفراخ عن 7 كل مدى بتقل نسبة البيض المخصب. ده بالنسبة للسؤال اللي احنا كنا سألناه. يبقى الديك لازمته معانا ايه، يبقى الديك بيحفز الفراخ على زيادة انتاج البيض. وتاني حاجة، لو احنا عاوزين نحصل على بيض مخصب لازم يكون معانا ديك، لكن لو مفيش ديك الفراخ كده كده بتبيض طبيعي. وطبعا هو بيحسن انتاج الفراخ او بيساعد على زيادة انتاج البيض. مش هتبيض بيضتين في اليوم يعني زي ما بعض الناس كانت بتقول، لا، هي البيضة تكوينها كله بيقعد 24 ساعة. فهو بس ايه بيساعد ان الفراخ تبيض اكتر، بدل ما تقعد مثلا تبيض يوم وتريح يوم، لا ممكن تبيض يوم واثنين وثلاثة وتريح يوم. يعني بتخلي سلسلة البيض بتكون ايه، اطول، وده بيكون افضل. كل ما الفراخ تبيض عدد ايام اكتر وتريح يوم ده بيكون افضل، لان بيكون هنا انتاج البيض بيكون كتير. ده بالنسبة للسؤال اللي احنا كنا قلنا عنه في الفيديو اللي قبل اللي فات. احنا بقى كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان احنا عاملين خلطة للبط، والخلطة ديت تقريبا تكلفتها بتوصل من 8 ل 9 جنيه، عشان الناس ماسكة في التمانية يعني جامد. والخلطة دي كويسة وبتاع. فحد سأل سؤال يعني وقال إن الردة مش مفيدة للبط، والردة ديت ما تنفعش وكمان ممكن تخلي البط يخس. فاحنا جايين بقى نرد على النقطة ديت النهاردة في الفيديو ده، يعني إن الردة بتخسس ولا مش بتخسس، الردة مفيدة للبط ولا مش مفيدة للبط. أولا كده هي الردة ما بتخسسش البط، عشان بالتأكيد. وهي الردة اللي هو أكلها أو عملت كده عملت معاه يعني مشاكل، هتلاقي كانت الردة يا إما كانت مخزونة، يا إما كانت زي ما بيقولوا يعني مكمكمة فيها بعض. لو اتركنت في مكان فيه رطوبة مثلا ممكن يكون حصل فيها بعض السموم الفطرية أو بعض، الله أعزكم الله، بعض العفن. فأنت قلبت من غير ما تاخد بالك، فنتج عن ذلك إن أنت لما أكلت جه عمل ده إسهالات عند البط، فبالتأكيد البط هيخس. لكن الردة في المجمل الردة مفيدة جدا للبط زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. طب الردة مفيدة للبط ليه؟ أولا هي تحتوي على مجموعة كويسة من الفيتامينات، بالإضافة كمان إن هي بتحتوي على نسبة بروتين، وده كله بيساعد على النمو بالنسبة للبط. بتحتوي على مجموعة كبيرة من النشا، بتحتوي على كمية كبيرة من النشا، بالإضافة كمان بتحتوي على أحماض دهنية أساسية، ودي حاجة مهمة كمان. بالإضافة إنها بتحتوي على بعض العناصر المعدنية زي الكالسيوم والمغنيسيوم، ودول مهمين جدا بالنسبة للبط زي ما هنعرف مع بعض دلوقتي. طب إيه هي فوائد الردة بالنسبة للبط، أو الردة مفيدة للبط في إيه؟ أول حاجة هي بتعالج حالات كتير من الإمساك اللي بتبقى موجودة عند البط، يبقى بتعالج حالات كتير من الامساك اللي موجوده عند البط. تاني حاجه زي ما قلنا دلوقتي، الرده فيها نسبه بروتين كويسه اللي هي تقريبا 11%، فبالتالي ده كله بيساعد على النمو وتسمين البط وزياده الموازين. تالت حاجه كمان، هي سعرها يعتبر رخيص بالنسبه للاعلاف، فهي بتوفر معاك في المصاريف بالنسبه في التربيه، يعني هي سعرها اقل. كمان الرده اللي بنتكلم عليها دلوقتي احنا بنتكلم على الرده اللي هي بتاعت الفلاحين، فالرده ديت تقريبا ثمنها بيبقى نص ثمن الرده الخشنه، لان رده الفلاحين اغلبيه الناس ما بتاخدهاش لانها بتليط في بق العجل، يعني رجوله بقى سرس ويخشنوها وكلام الناس كلهم الفلاحين كلهم عارفين. لكن الرده الخشنه، طبعا الرده الخشنه غاليه، كيلو واقف فيها تقريبا ب 10 جنيه او ب 9 جنيه دلوقتي. لكن احنا بنتكلم على الرده اللي هي الرده البلدي بتاعتنا، انت جاي من المطحن وجربت تستخدمها على طول. فالرده ديت سعرها كويس، سعرها بيكون تقريبا نص سعر الرده الخشنه، فهي كده بتوفر معانا في التكاليف. بالاضافه كمان ان الرده مفيده جدا انها تحتوي على بعض العناصر المعدنيه زي ما قلنا زي الكالسيوم والمغنيسيوم، ودول مهمين جدا بقى ليه. اي واحد تيجي تقول لها تقول لك انا بربي البط مثلا وباجي انضفه بعد ما بذبحه، بلاقي الريش بتاعه إيه صعب ان انا اشيله يعني، وهي بتنضفه ايه، الريش بيبقى مثلا ماسك في الجلد جامد وممكن الجلد يتقطع، فتقول لك احط لها رده عشان الرده بتساعدك ان ايه، ان البطه تملط وانت بتنضفها. وكل الناس عارفه الكلام ده كله. فالرده مفيده جدا عشان بتحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، والاثنين دول مهمين عشان واحد عشان نمو الريش، يعني يبقى الكالسيوم والمغنيسيوم مهمين عشان نمو الريش. بالاضافه كمان ان هم بيقووا العظم، يعني بيخلوا البط يتفادى الاصابه بالكساح، ما بيخليش البط يجي له كساح، وده موجودين في الرده. وكمان هي مفيده جدا اثناء فتره البيض عشان ما يجيش بقى البيضه طريه او يجي لهم كساح نتيجه البيض. الرده مفيده انها بتحتوي على عنصرين معدنيين اللي هم ايه، الكالسيوم
والمغنيسيوم. كمان خامس استخدام من استخدامات الرده، او كمان في استخدام من استخدامات الرده اللي هي الرده سهله الهضم. الرده سهله الهضم وده بيساعد او ما بيعملش مشاكل للجهاز الهضمي، ده بيساعد على سرعه التحويل وده بيساعد على سرعه التهويه. يبقى عندنا كده الرده مفيده بالنسبه للبط ولا لا؟ الرده طبعا مفيده جدا. وموضوع ان الرده بيبقى فيها مشاكل زي ما احنا قلنا، هي الرده اللي انتوا استخدمتوها هي اللي فيها المشكله، مش الرده اللي احنا بنستخدمها، او الرده ما تستخدمها هي مش مشكله. عشان الراجل بس بتكلم معاه فراح قال لك ايه، ده الابحاث والتجارب والعلم بيقولوا ان الرده بتخسس البط. فده طبعا كده يعني حاجه مغلوطه خالص يعني ومش مظبوط. الرده ما بتخسسش الرده، بل الرده مفيده زي ما احنا قلنا كده، تحتوي على عناصر معدنيه، تحتوي على احماض دهنيه اساسيه، بتحتوي على فيتامينات. كمان هي فيها نسبه بروتين، ده إذا كانت الرده فيها نسبه بروتين اعلى من نسبه البروتين الموجوده في الذره. الذره نسبه البروتين اللي موجوده فيه 8%، انما الرده البروتين اللي موجود فيها 11%. يبقى كده بروتين الرده اعلى من بروتين الذره، معنى كده ان الذره اللي انا حطيتها هيبقى بيضر. طبعا اي حاجه هتحطها مركونه او هيحطها فيها سموم بالتاكيد هتعمل مشاكل للبط او للطيور عموما. لكن في هنا بقى معلومه لازم نقولها، ان الرده ما ينفعش تتضاف لوحدها، ما ينفعش ان انا اكل رده لوحدها، فبضيف الرده مع العلف. يعني باكل رده مع علف عشان خاطر اللي احنا قلنا عليه ده كله، او عشان تنفع بط. او بضيفها مع دش عشان يبقى ايه، تكتمل العناصر الغذائيه، بضيفها مع دش، يبقى رده مع دش او رده مع علف. وده اللي احنا قلناه في الفيديو اللي فات، احنا قلنا حاطين دش 3 دش كيلو ونص فول بلدي، ومعاهم 2 كيلو رده، وقلنا برده الرده بلدي، لكن هي الناس تقريبا ما كانتش مركزه في الكلام، وخلطناهم وقلنا احنا عاوزين ايه، يعني زي نطبخ ده كله، نخلي ده كله مفتت، نلفه بايه. فقلنا اقترحنا ان احنا نحط يا البطاطا يا اما نحط البطاطس عليهم. فدي حاجه مش جديده. الناس لما بتيجي تصنع العلف كده كده وهي بتصنعه او بتطبخه زي ما بيقولوا، بيحطوا يا زيت يا ملاس. عندك زيت او ملاس ممكن تحطهم مكان البطاطا ومكان البطاطس، لكن احنا بنزود النشويات زي ما موجوده وبنضيف والبط بيقبل. وكمان في معلومة احنا حابين نضيفها، وهي ان احنا لو عندنا سيرس وعندنا ردة، ايه اللي يستفيد من السيرس وايه اللي يستفيد من الردة؟ لو احنا عندنا ردة وعندنا بط ومواشي، يبقى نأكل السيرس للمواشي، لان المواشي هتستفيد من السيرس اكتر من احنا، اكتر من البط. يعني احنا لو اكلنا السيرس للبط الفايدة بتاعته هتكون اقل من ان احنا نأكله للمواشي. طب احنا عندنا ردة، نأكل الردة للبط، البط هيستفيد منها اكتر من إن الفراخ تستفيد منها. يبقى فايدة الردة بالنسبة للبط اكبر من الفراخ، وفايدة السيرس بالنسبة للمواشي اكبر منها للبط. طب احنا عندنا سيرس وما عندناش مواشي، يبقى نبيعه ونجيب حل مشكله، ده افضل يعني ان احنا نصرفه، انما ما ناكلوش، ما نقولش احنا عندنا بقى فناكله، لا، فايدته بالنسبه للبط قليله، ما بيفيدش البط. لان طبعا احنا عارفين ان المواشي مقطرات، فهي تستفيد من السيرس اكبر استفاده. وبالنسبه برضو للبط، انا عندي رده عايز اكلها، يبقى اكلها للبط، افضل ان انا اكلها للبط. لو الفراخ كلت منها عادي برضو، لكن الفايده بتاعت البط بتكون اعلى. وبكده يبقى احنا ردينا في موضوع ان الرده مفيده ولا مش مفيده زي ما انتم شفتم، او زي ما ورينا لحضراتكم دلوقتي. لكن بقى في حاجه كمان احنا عاوزين نتكلم فيها، ودي حاجه مهمه جدا، ان احنا بنقول للناس اكلوا الطيور حاجه خضراء. اهالينا زمان كانوا لما يجوا ياكلوا الطيور حاجه خضراء يقعدوا كده بالراحه ويقطعوها قطع صغيره. ليه؟ لان الطيور ما عندهاش اسنان. الطيور ما فيهاش عندها اسنان، فهي تاكل تمضغ وتعمل. لا، القصه كلها ان هو بياكل، الاكل بيخش في الحويصله، بيتفرز عليها اللعاب او الانزيمات، بتفرز عليها بتحلل، تخش على المعده الغديه، من المعده الغديه على المعده العضليه اللي هي القناصه يعني، من المعده الغديه على المعده العضليه اللي هي القناصه. والقناصه بتعمل معانا زي ما انا بعمل بايدي كده، هي دي حركه القناصه. فعشان كده بنلاحظ ان في بعض الفراخ او بعض البط نلاقي في القناصه بتاعته حصو. هو بياخد الحصو ده ليه؟ بياخد الحصو ده عشان خاطر يساعده ان هو يطحن الاكل اللي موجود جوه. طبعا بعد ما اتفرز عليه اللعاب في الحويصله نزل كده، بعد كده بيخش على الامعاء الدقيقه، وبعد كده الامعاء الغليظه والاعوريه. هي دي كل القصه. وبعد كده فتحه المجمع طبعا. ده هو كل الجهاز الهضمي تقريبا في الطيور او في البط او في الكل. فلازم انا لما اجي اكل عليها خضر او اكل خضار، سواء كان برسيم ورق خاص ورق كرنب، انا بقعد اقطعه، ما احطش الحاجه كامله، مقطعها انا بسهل على الطيور ان هي تعرف تاكل وتعرف تستفيد من الحاجه اللي هي قدامها دي. يبقى قلنا بالنسبه للخضار لازم نقطعه. الرده مفيده جدا بالنسبه للبط، والكلام اللي هو حصل ده ما بيحصلش، او الكلام بتاع ان العلم قال او التجارب وبقى لي 40 سنه بربي. وانا برضه هحط لكم صوره الكلام اللي دار بيني وبين الراجل، وهحط لكم برضه صوره الحاجات اللي هي المفيده بتاعت الرده، او البحث اللي بيتكلم ان الرده مفيده جدا اللي احنا جبنا منه الكلام ده، رغم ان احنا كنا عارفينه بس حبينا بس ناكد المعلومه عند الناس ونوريهم الصور، يعني مش اللي احنا مطلعين الحاجه دي من عندنا. وكمان احنا عاملين فيديو خاص بازاي تحسب نسبة البروتين بطريقة مربع بيرسون، اللي هو الفيديو بتاع ازاي تعمل علف في البيت بين الصويا وبين الذرة.
كل الناس عارفه ان العلف موجود صويا وذره، واحنا كنا عملناه قبل كده وكان سعره كويس، وربنا عليه بط بغالي، والبط جايب موازين 4 كيلو ونص. الموضوع اللي احنا بنتكلم ان العلف كل الناس عارفاه هو دش وفول صويا. انت ضفت حاجات تانية او ضفت رده او ضفت اي شيء، فده حاجه مش غلط يعني، انت ما بتخترعش العجل. القصه كلها معروفه، انما بقى الابحاث وبتاع، حتى انا قال لك نسبه السموم ونسبه إيه. وكمان حد سأل كمان سؤال اللي هو قال لك ايه نسبة السموم في الاكل اللي انت بتعمله عشان هنعمل. يا جماعة احنا قلنا في الفيديو اللي فات ان الخلطة اللي احنا عاملينها بتتاكل يوميا، انا بعمل خلطة للطيور بتتاكل يوميا، وقلنا ان هي بتتاكل للبط. ما ينفعش ان انا اخليها تقعد تاني يوم. انا مش جاي بقول لكم ان احنا جايين نصنع علف، لا انا بقول لك انت ازاي تقدر تعمل علف في البيت بسعر قليل، وباذن الله يجيب معاك نتائج كويسة. ولو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناة تربية الطيور مع الحواشي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.